تحت شعار من أجل معرفة مواكبة لمسار الإصلاح، نظم المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة الملتقى السنوي الخامس للباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية بمشاركة حوالي 70 باحثا في سلك الماستر والدكتوراه. وناقش المشاركون في الملتقى جملة من الإشكالات الفكرية والاجتماعية والسياسية التي باتت تطرح أسئلة مثيرة للجدل أمام البحث العلمي والمعرفي، مثل قضايا التي تندرج ضمن ما يسمى بالحريات الدينية وحرية المعتقد، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتناسل عن إشكالية علاقة الدين بالسياسة، مثل مفاهيم الدولة المدنية وتطبيق الشريعة، ثم العلاقة بين المرجعية الإسلامية والحقوقية العالمية. المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة يأتي أيضا في سياق عنوان أبرز، وهو الولوج إلى مرحلة جديدة من البحث العلمي، يطرح سؤال المأسسة، سؤال راهنية الأسئلة، سؤال رهان المواكبة، مواكبة الإصلاح، مواكبة المرحلة بكل تحولاتها، ولا سيما على المستوى المعرفي والبحثي والعلمي المتعلق بفقه الإصلاح. الملتقى يعرف تجدد في بنيته البشرية، وهذا ينم على إمكانات وعلى احتياط بحثي وعلمي هام جدا يمكن من خلاله فعلا أن نشتغل على بلورة مرحلة متقدمة من الدراسات والأبحاث المعاصرة. دورة هذا الملتقى عرفت لقاءين مفتوحين و3 ورشات تكوينية تدارست فرص وإمكانات تطوير الفعل الأكاديمي، وتوقفت عند الحصيلة والأوراش المفتوحة أمام المركز، واختتمت بندوة علمية تدارست قضايا وأولويات البحث العلمي في سياق الإصلاح الذي يشهده المغرب. من أجل معرفة مواكبة لمسار الإصلاح، هذه هي القضية المركزية لهذا الملتقى، وعليها اجتمع الباحثون في المركز المغربي خلال هذا اليومين من أجل التفاكر الجماعي حول الأهمية الاستراتيجية والدور الحيوي الذي يقوم به البحث العلمي في إسناد مساقات الإصلاح في الدولة وفي المجتمع. اليوم البحث العلمي يجب أن يواكب كل هذه الديناميات بتفكيك إشكالاتها وبالخوض في قضاياها الحقيقية لا القضايا الزائفة، وإيجاد بطبيعة الحال الحلول العملية لجل هذه الإشكالات، على اعتبار أن البحث العلمي بدون فائدة اجتماعية وبدون انخراط والتزام بقضايا المجتمع سيظل محض تنظير، سيظل محض ترف فكري وترف معرفي. مع تنامي الدراسات والأبحاث العلمية وطنيا ودوليا حول موضوع الإصلاح بالمغرب، يأتي انعقاد الدورة الخامسة للملتقى وعيا من القائمين على المركز بأهمية الانخراط الاستراتيجي الواعي والمستبصر في الدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب.